بقول لك اعمل لي اياه 200 مره قلت لك، ما انت بتقول لي اي حاجه بدك اياها بعمل لك اياها، مش راضي يصور بالمره. ولك كيف بدك اياه يصور وجوالك كشاف بيو على 6 من 1900 وخشبه؟ ما فيش خشب عندنا بالمره، بدي اصور جدتي وهي قاعده بتغني ضيف الطول ودلعونا. رجب حبيبي الله يرضى عليك، ولك جوالك هذا كشاف يعني ما فيش فيه كاميرا ولا فيه حاجه. وكيف بدي اصور جدتي؟ ما شاء الله عليها جدتك يا رجب، عروس ما شاء الله عليها، بدك تزين الجوال فيها، بدك تصورها وتفرع عليها. مش كل الناس بتصور بالجوالات وبتصوروا. رجب اذا بدك تصور هات مصاري اشتري لك جوال فيه كاميرا. قديش حقه؟ انت يا رجب قديش محوش؟ 75 شيكل. هدول يا رجب ال 75 شيكل بتشتري فيهم اجوزه وبسكوت ابو الالف. وجوال كمان بالكاميرا او احلى حاجه. اقل جوال بكاميرا يا رجب بده تقريبا من 400 ل 450 شيكل. الله اكبر، كيف بدي اصور؟ يا رجب ريح راسك يا حبيبي، ريح راسك، ايش بدك في التصوير؟ التصوير بيعمل مشاكل كتير. كيف بعمل مشاكل كتير؟ ايش يعني؟ ايه علي يا زلمه، روح من وجه، روح خلص امشي. امسك يا كامل، بتصورني وانا واقف على الفيسبوك. يا بيي قد ما بتحب الصور انت. ينتش عليك انت، اطقع لك هالصورة، الفيسبوك جديدة بدي احطها على الفيس. حاضر، اقف. ايوه هيك خلص. شو خلاص؟ استنى، بدي اركب وانا ماسك القادون تصورني. حاضر اقف. يلا خد. بقديش جايب جوالك؟ صورته حلوة على فكرة. هذا نط 3 يا روحي، 1700 شيكل حقه. وش بدك فيه؟ كان جبت لك جوال عادي جي 7 جي 5 جراند 2. انا بصور فيديو كتير يا كامل، وهذا الجوال حريقة في التصوير. يا سيدي بدك اشي تاني عشان بدي ارجع على الشغل. استنى يا كامل، بدنا ناخذ لنا صورة انا وياك مع بعض سيلفي. معلش يا ابو اسماعيل، انا بحبش التصوير كتير. انت تحسسنيش انك بتشتغل في الامن ولا مطارد. مش قصة مطارد. طب خلص يلا. يلا اضحك يا كامل، اضحك. هلا ابو اسماعيل. حبيبي كيف حالك يا فهد؟ الله يسعدك تمام. بدي شوية حاجات وشوية بسكوت، بصراحة بدي اعمل عيد ميلاد للمرة. طب جيب كيكة وخلص. الكيكة موجودة، بس بدي اشتري شوية مكسرات مع كولا. يا سيدي الله يهنيكم. فوت في الدكان، هاوي قاعد جوا. على العافية يا عم ابو الفهد. حبيبي هلا يا ابو اسماعيل، كيف حالك؟ الله يسلمك يا عم ابو الفهد. تفضل يا بنيه. بدي 4 قنينة ابو زينة. اها. وبدي تحط لي ب50 شيكل مكسرات. حاضر ولا يهمك، وش كمان؟ وبدك تشكل لي ب20 شيكل بسكوت وشوية شوكولاتات يا عم ابو الفهد. ايش الدعوة، عازم الحارة والله ايش فيه؟ بصراحة يا عم ابو الفهد عامل عيد ميلاد للمرة وعازم نسايبي ومجمع العيلة، بدنا نفرحهم. الله يفرحك يا بنية ويديم الفرحة عليك وعلى بيتك ان شاء الله. يا عبود شوف ابو اسماعيل ايش بده، حط له زود له كمان. ايش بدك يا بنية؟ بدي 4 مليون ونص بشتري جوال عشان نقعد نتصور فيه. يا بنية من وين اجيب لك 4 مليون؟ ايش من وين؟ ما انا مصاري، انت حاط المصاري في العلبة الحمراء تحت الاواعي. يا بنية وش بدك في المصاري انت والعلبة الحمراء؟ وش بدك في الجوالات؟ انت بتعرف الجوالات يا بنية؟ بدي اتصور، بدي اعمل لي فيسبوك انا بدي صور الي. يا بنية انت بتعرف فيسبوك؟ انت بتعرف تقرا؟ ولك انت بترسم اسمك رسم يا بنية. تعرف تقرا انت؟ صدرك اغرق علي وانت بتعرف تقرا؟ ونحن كان عندنا ايامنا زمان عندنا مدارس. ايه يا ايامنا. بدي 450 شيكل، بدي اشتري كاميرا فيها جوال. اشتري ايش؟ بدي اشتري كاميرا في قلبها جوال، كل يوم بدي اصور وكل يوم بدي انزل على الفيسبوك. يا بنية مش معنا مصاري، جوالك كويس برن. هو مين برن عليك اصلا؟ بديش عشان يرن، انا بدي اصور. مش مصاري يا رجل. بدك تجيب مصاري، يعني بدك تجيب مصاري بقول لك. مش مصاري يا رجل. طيب انا بدي اقول ابو الفهد خليه يتكفل معاك، تجيب مصاري.
السلام عليكم عقم السلام. هلا يا رجب هلا. انا بدي احكي موضوع ضروري. ايش الدعوة يا رجب؟ بدك تاكل؟ هي التلاجة قدامك. بدك تصف طرشة؟ هي الطرشة قدامك. يا جد طيب مش هتعطيني 450 شيكل؟ بدي اشتري كاميرا فيها جوال. لا ايش يا رجب؟ ايش بدك تعمل؟ صحفي صاير؟ كل الناس بتصور فيديو وبتصور صورة وبنزلوا على الفيس. يا رجب انت تبع فيس يا رجب. خلي مصاريك محوشات يا رجب عشان تتجوز. محدش عارف ايش بده يصير في الايام الجاية. هاي ابو اسماعيل معاه جوال حديث، ابو بلال وفهد كل هيتهم. طب ما انت معاك جوال يا رجب. جوالي مش نافع. رجب انت بالزكاة جوال فيه كاميرا واسكت. قد الضيق وحياة انا قد ايه المصاري اشتري الجوال. روح الداين روح امشي روح. قديش بدك يا رجب؟ قديش؟ بدي 450 شيكل. الدين تعطيني اياها وصدق اياها كمان سنتين. ما شاء الله، وكمان سنتين؟ يعني انت عامل جدول للدين. هاتها بسرعة مش فاضي انا. روح يا رجب روح امشي. لا بدي امشي بس جيب المصاري بقول له. ولك مالك بتكاتل؟ بدي اشتري جوال، بدي اتصور، بدي اتصور سلبي. بدك تتصور سلبي؟ بدي اتصور ولا واحد تضايقني. عشان انت معك مصاري بتبيع كذب. اعطي المصاري دخل الجوال. رجب صدقني معيش، كل مصاري طلعت برا. وتاني حاجة انت ايش بدك في الجوال؟ بدي اتصور فيه واعمل فيديوهات وانزل كل الدنيا. يا رجب انت بنفعكاش جوال، وهي جوالك الكشاف ممشي حاله. بتخش تدينوني بلاش. بديش منكم جوالات مصاري. وحيطلع حريق المحل تبعك واخذ الجنزير تبع الفصل. تحرقه؟ والله بحرق دمك لو صرت عامل حاجة. ايش تحرق دمي حطب دوت تحرق فيه تدفع عليه تعمل شاي وقهوة. ايش تحرقه؟ تشوي عليه بطاطا حلوة وكستنة. روح تفتف بعيد امشي. تطيب بعيد طيب ضغط علي. بكره بتشوف كيف. بكره لا تجيب زي مع ابو اسماعيل بالضبط. ايوه ابو اسماعيل معاه مصاري كتير، روح اتدين منه. ايوه بقيت بروح. مالك يا رجب واقف وعابط العمود؟ تدخش فيه بقرب لك عمود. اخوك عمود من خالتك عمود. الله يسامحك يا رجب، بدي اخدمك انا. بدك تخدمني ابوك مش قادر يعطيني 450 شيكل اشتري جوال في كاميرا عشان اقعد اصور. انا بستنى ابو اسماعيل عشان بدي اداين منه 450 شيكل. ما هو ابوي لمصلحتك يا رجب ما رضيش يعطيك المصاري. ليش لمصلحتي؟ ليش؟ الكاميرا بتلاقيك عن شغلك يا رجب. ليش بشتغل انا؟ بشتغل عامل نظافه في الباديه. ليش تقهيني؟ بدي اتصور انا ماشي، بدي اتصور انا وجدتي، بدي اتصور انا وبلال. انا قاعد بقول له يلا السوق يلا اطلع يلا امشي عم بنط فيه. كمان يقدر اتصور صيفي انا والكريك وانا والقحاش. ارفع القحاش هيك واقعد ابوس فيه اقول حبيبي يا قحاش حبيبي يا كريك. بدل انت ما تذل حالك للناس حوش واشتري. بديش احوش، بدي اشتريها بجيح وبدي اعطيها ابو اسماعيل. ما كاش دخل انت خلاص عليك. الحق عليا. وين انت يا ابو اسماعيل؟ حبيبي يا ابو بلال والله كنت مشغول، عندنا في الدار في عيد ميلاد. يا راجل رجب واقف لك على راس الشارع له 3 ايام بستنى فيك. ما انا بشوفه على الشارع بلف من شارع ثاني، سيبنا من قرفه. ليش هو انت عرفت ايش بده منك؟ قال ايش بده يداين مني مصاري يشتري جوال. يا راجل حرام عليك، بدل ما تشرد منه اقعد معه واعطي له 400 شيكل. مدالك قلبك عليه وحنين انت يا ابو بلال، اعطيهن انت. صدقني لو معايا لا اعطيك. اصلا هذا رجب ايش بده في الجوال هذا؟ بده يصور، كل الدنيا معها جوالات وبتصور. ايه اجت عليه؟ سيبك منه يلا سلام. وين انت حبيبي؟ وين انت؟ بستناك لي 4 ايام. ايش بدك يا رجل؟ يا اخي بدي انت عارف ايش بدي. عيب عليك يا ابو اسماعيل. ولا مالك ايش عيب عليك؟ اعطي المصاري 450 شيكل. اي 450 شيكل؟ تعطي الدين تبعتها بدي ادين منك عشان بدي اشتري جوال زي الجوال معك. ليش؟ كنت خلفتك ونسيتك انا. مش انت جعلنا بدي اشتري بدي اقعد اصور بدي اعمل حفله عيد ميلاد جدتي. وانت بتعمل حفلات عيد ميلاد مراتك وبس.
اللي معوش بلزموش يا رجب، امشي. امشي بديش امشي، ظل واقف انا حر. ضلك واقف يا رجب. هي انا حسن باب الدار مش راضي ينفتح، عشان خاطرك واقف يا رجب. سلختنا عين. سلختك عين وعيني بطخ، سلختك عين. يا نط من فوق وافتح الباب. بدي انط، ايش بدي اساوي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ابو بلال بشوف رجب بلوه من امبارح ما بينش، ما شفتوش. شكله معقول انتحر ولا راح بج حلف ومنه له سكر على حاله، والله اندهش. وين راح ابن ابني يا حبيبي؟ يا كبدتي يا معدتي. والله يا حجة انت المستفيدة، يعني ديمة ما هو رجب غايب عن الحارة انت مرتاحة واحنا مرتاحين والحارة كلها مرتاحة. يوه، والله بهونش علي يا ابو بلال، يعني ابنك والله ابنك لما بده يسمع بهون عليك. طب انت يا حجة ما بعتهوش على خالته، على حدا، على عزومة؟ ما بعتوش يا بنية. طيب يا حجة اتوكل على الله وارجع وانا بشوف لك الموضوع. الله يبارك فيك يا بنية. كمل كمل. يا ابو اسماعيل ايش الدعوة مالك؟ امبارح لما مريت عندك جوالي نسيته عندك. لا انت اصلا ما طلعتوش. ايش الدعوة ساقط منك؟ مش عارف وين رايح، مش عارف وين رايح جوالي. والله جوالك غالي، هدول 1700 شيكل. مش على المصاري يا عمي، مش على المصاري يا كامل. الجوال فيه صور، فيه العيد الميلاد تبع مرتي والاولاد، وصوري انا ومرتي لحالها. طيب انت وين موقعه؟ وانا لو اني عارف وين وقعته باجي بسألك يا كامل. طيب انت هدي اعصابك وشوف انت وين رحت وين جيت. اتذكر رحت على ابو بلال، رحت على ابو الفهد، رحت على مطعم ابو الاعدام. والله مخي ضرب، مش عارف وين رحت وين جيت، بدي اروح اسأل. يا ابو اسماعيل انت لما كنت عندي واقف كان الجوال في ايدك، وبعدين لا اجاك اتصال ولا انت اتصلت بحدا. مش عارف انا خايف يقع الجوال في ايد ابن حرام ويستغل الصور. انت يا ابو اسماعيل مجنون، يعني في حدا بحط صور عائلية على الجوال؟ كل الدنيا في بلال عندهم جوالات وكل الدنيا بتتصور في جوالاتهم. طب رحت عند ابو الفهد؟ يمكن انت رحت عند ابو الفهد ونسيته على المكتب، اسال فهد. مش عارف، مخي ضرب، مش عارف. يا بني الله يرضى عليك تتصربع عيش وما تعصبش. واي واحد بده ياخذ الجوال بده يشوف الصور، لما نشوف صور عائليه اكثر حاجه حيشوفن. ايش يعني بده يعمل فين؟ بده ينزلن على الفيس؟ يمكن يكون يا عم ابو الفهد ابن حرام يدبلجن وينزلن على النت ويقول هذه حبيبتي وهذه صاحبيتي. بنفعش عنا امن وعنا مباحث وعنا مكافحه، بقطموا رقبه اللي جابه يا زلمه. فرضا يا ابو الفهد طلع ابن حرام هذا وقال لي اذا بدك الصور ادفع المصاري. والحق عليه، حق عليه. صار الواحد لما بده يروح على الحمام بصور حاله، بده يخش المطبخ بصور حاله، والنسوان زي هيك والبنات زي هيك، في الجلوات، في العرس، اللي بترقص، اللي بتتهابل، اللي بتتشاوت. انا يا ابو الفهد بديش واحد يأنبني، انا بدي الجوال. ايه ايش اللي مع رجب بيلعب فيه قاعد؟ رجب تعال. ايش بدك؟ تحكيش معي بالمرة، تحكي معايا بوكس رجع قلت على طول بالمرة، مشعب معي على اخير هالقيت. ولك تعال، ايش اللي معك هذا؟ هاي الجوال هالقيت ما حدش يحكي معايا. واخيرا ومين اللي داينك 450 شيكل؟ ابو الاعدام دقني حبيبي صاحبي، تغلط عليه عشان شنبه كبير، عشان بتقولوا بالع ولا نحس بزوره. ابو الاعدام صديق العمر. وريني يا رجب، وريني اشوف جوالك. ممنوع تشوفه، ممنوع. هو انا بدي اكله يا رجب؟ هات اشوف. بقول لك ممنوع. والله غصب عنك لا اشوفه. ارخي بقول لك ارخي. ايه ولك هذا والله حديث. حديث انا بشتري حديث. ارخي ابعد ايدك ابعد. استنى ولك بدي اشوف البرامج اللي عليه. ما تفهمش انت في البرامج، انت بتفهم في التكاتك وبالبلفات والصباح بس. ايه ولك هذه صورة ابو اسماعيل. ايه ولك ايش هذا؟ ولك صور عائلية هذه. صوت ابو اسماعيل ما تقدر دخل. ارخي بقول لك ايدك.
ولك يا حرامي، ولك هذا جوال ابو اسماعيل. انا مش حرامي، بقول لك نص ايدك نص ايدك، هذا مش ابو اسماعيل، ها اخويا، هذه مرت عمي، هذه ماتت بعد بكره. ولك هذا جوال ابو اسماعيل، احكي لي كيف انت اخذته من ابو اسماعيل. بديش احكي لك وما قدك بالمره، هات الجوال. ايش جوال؟ يا بتحكي لي يا باخدك على المباحث. اديلي حالك يا بني الله يرضى عليك، والمال الحلال بيرجع لاصحابه، ومادام جوالك مش فيه الا صورك، صور مرتك واولادك، وكله متحشم والحمد لله، يعني ما تقلقش. هو يعني يا ابو الفهد بدها تكون في عيد الميلاد المرأة لابسة منديل ولابسة جلباب، اكيد بتكون ممشطة شعرها ومتزوجة ولابسة احلى لبس. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على قصة هالجوالات وقصة هالكلام الفاضي تبعكم، كلام فاضي كل هيته. انا يا عم ابو الفهد اعمل معي معروف، انا مستعد ادفع كل مال الدنيا بس رجع لي الجوال. امشي ولا امشي، امشي هنا عند ابو الفهد، امشي خش. لا ايدك بقول لك، لا ايدك، خط الجوال. عدي بقول لك، عدي عند ابو الفهد، خش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلين يا ابو بلال. امشي عدي ولا اقف هنا جنب ابو الفهد. ابو بلال الله يرضى عليك، بعدين قصة رجب، انا بحكي مع عم ابو الفهد عشان الجوال. انا جايك عشان الجوال تبعك. ايه لقيته؟ ايش الدعوة يا ابو بلال؟ هذا اللي معاك جوال ابو اسماعيل؟ هو ده ابو اسماعيل، هذا جوالك شوفه. ايه ايوه جوالي وصورنا هيهن. وين لقيته يا ابو بلال؟ لقيته مع رجب. سارقه يا رجب؟ سارق جوال جارك ابو اسماعيل؟ لا ما اخترتوش، انا اشتريته بمصاري انا. اشتريته يا كذاب؟ وكيف صورنا جايات في الجوال؟ والله لا قطعك يا رجب، والله لا غير اكسرك يا رجب، والله لا حرقك حرق. بس يا ابو اسماعيل بس، حرام، بس انت شايف ريالته قاعد بتسقي وقاعد بزبد وبتفتف من الخوف بس. غيرتك ب 450 شيك، 450 شيك، هذا من صورك هذول. ها صور مين ولا هدول؟ بدك تحكي كيف سرقت الجوال. احكي يا رجب. بدك احكي من مرة جوالي. خلص يا ابو الفهد، ابو الفهد سيبك منه خلص. اجيت بنتصل في المباحث وبيجي الضابط ابو شرحبيل. هو انت عارف يا رجب ايد ابو شرحبيل لما يخبط واحد كف 3 ايام بتضلها دانه تزن. ليش تضربني؟ ليش؟ حرام عليك، حرام. عشان هيك يا رجب احكي الصحيح، كيف سرقت الجوال؟ ما سرقتش الجوال، ما فيش واحد يديني عشان اشتري الجوال. لما ابو اسماعيل اجى بده يفتح الباب وما عرفش يفتح الباب، ونط من فوق الحيط، الجوال وقع منه وانا اخذته عشان ما يتوسخش. طب رجع له اياه يا رجب. ما رضيتش ارجعه، خفت يزعل مني. ولك كيف فهمني كيف ازعل منك ولا؟ خلص اللي عملته يا رجب صحيح كويس مظبوط؟ ما صحيح. طب تاني مرة الواحد بيسرقش يا رجب، السرقة حرام، وبالذات لما الواحد يسرق من جاره، عيب اللي بتعمله يا رجل. بتحب واحد يجي يسرق طنجرة الطبيخ اللي عندكو؟ بتحب واحد يسرق طبخة البصارة وطبخة السلق والسبانخ اللي بتلخها؟ عشان هيك يا رجب بدك تتأسف لابو اسماعيل، وعيب تسرق من الحارة ومن برا الحارة كمان. طيب انا اسف ابو اسماعيل. ماشي يا رجل، انا بدي اسامحك عشان عم ابو الفهد، بس عشان وجهه. والحق التاني بيجي عليك يا ابو اسماعيل، مش كل مرة بتسلم الجرة. جوالاتنا ما نجبنش عشان احنا نقعد نتمسخر ونتصور ونطلع بالجوالات ونجيب بالجوالات. بدك تصور صحتين، صور بالجوال بس انسخه ونزله على الكمبيوتر اللي في الدار. يا بتحط الفيديو في هارد. انت بتعرف اللي بيخترقوا المواقع وبيخترقوا الجوالات، وربنا اليوم وقع جوالك في ايد واحد مسكين زي رجب، بس لو بكره وقع في واحد تاني ما بتدراش ايش بصير. بلاش البنت في الدار تقعد تصور حالها وتقول ما انا في الدار، بلاش المتجوزة تقعد تصور في حالها هي وجوزها وتقول ما هو جوزي وهذا جوالي، لانه اذا وقع الصور برا عند اولاد حرام الوضع حيكون صعب جدا. فحافظوا على حالكم، الجوال ما انصنعش عشان احنا نقعد نصور حالنا واحنا بشعورنا واحنا مزوجات واحنا بنتمسخر وبنحكي كلام مش كويس. الجوال انصنع عشان نستفيد منه مش عشان نفضح حالنا. قدمنا لكم دراما فلسطينية شاملة، دكان أبو الفهد. تأليف نبيل عيسى الخطيب، تمثيل
نبيل الخطيب، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. عدي بقول لك، عدي انا ابو الفهد، خش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلين يا ابو بلال. امشي عدي، ولا اقف هنا جنب ابو الفهد. ابو بلال الله يرضى عليك، بعدين قصة رجب، انا بحكي مع عم ابو الفهد عشان الجوال. انا جايك عشان الجوال تبعك. ايه لقيته؟ ايش الدعوة يا ابو بلال؟ هذا اللي معاك جوال ابو اسماعيل؟ هو ده ابو اسماعيل، هذا جوالك شوفه. ايه ايوه جوالي وصورنا هيهن. وين لقيته يا ابو بلال؟ لقيته مع رجب. سارقه يا رجب؟ سارق جوال جارك ابو اسماعيل؟ لا ما اخترتوش، انا اشتريته بمصاري انا. اشتريته يا كذاب؟ وكيف صورنا جايات في الجوال؟ والله لا قطعك يا رجب، والله لا غير اكسرك يا رجب، والله لا حرقك حرق. بس يا ابو اسماعيل بس، حرام، بس انت شايف ريالته قاعد بتسقي وقاعد بزبد وبتفتف من الخوف بس. غير 450 شيك، 450 شيك، هذا من الصواق هذول. ها صور مين ولا هدول؟ بدك تحكي كيف سرقت الجوال. احكي يا رجب. بدك احكي من مرة جوالي. خلص يا ابو الفهد، ابو الفهد سيبك منه خلص. اي جيت بنتصل في المباحث وبيجي الضابط ابو شرحبيل. هو انت عارف يا رجب ايد ابو شرحبيل لما يخبط واحد كف 3 ايام بتضلها دانه تزن. ايش اضربني؟ ليش حرام عليك حرام. عشان هيك يا رجب احكي الصحيح، كيف سرقت الجوال؟ ما سرقتش الجوال، ما فيش واحد يديني عشان اسرق الجوال. لما ابو اسماعيل اجى بده يفتح الباب وما عرفش يفتح الباب، ونط من فوق الحيطه الجوال وقع منه وانا اخذته عشان ما يتوسخش. طب رجع له اياه يا رجب. ما رضيتش ارجعه، خفت يزعل مني. ولك كيف فهمني كيف ازعل منك ولا؟ خلص اللي عملته يا رجب صحيح كويس مظبوط؟ ما صحيح. طب تاني مرة الواحد بيسرقش يا رجب، السرقة حرام، وبالذات لما الواحد يسرق من جاره. عيب اللي بتعمله يا رجل. بتحب واحد يجي يسرق طنجرة الطبيخ اللي عندكو؟ بتحب واحد يسرق طبخة البصارة وطبخة السلق والسبانخ اللي بتلخها؟ لا. عشان هيك يا رجب بدك تأسف لابو اسماعيل، وعيب تسرق من الحارة ومن برا الحارة كمان. طيب انا اسف ابو اسماعيل. ماشي يا رجب، انا بدي اسامحك عشان عم ابو الفهد، بس عشان وجهه. والحق التاني بيجي عليك يا ابو اسماعيل، مش كل مرة بتسلم الجرة. جوالاتنا ما نجبنش عشان احنا نقعد نتمسخر ونتصور ونطلع بالجوالات ونجيب بالجوالات. بدك تصور صحتين صور بالجوال، بس انسخه ونزله على الكمبيوتر اللي في الدار. يا بتحط الفيديو في هارد. انت بتعرف اللي بيخترقوا المواقع وبيخترقوا الجوالات، وربنا اليوم وقع جوالك في ايد واحد مسكين زي رجب، بس لو بكره وقع في واحد تاني ما بتدراش ايش بصير. بلاش البنت في الدار تقعد تصور حالها وتقول ما انا في الدار. بلاش المتجوزة تقعد تصور في حالها هي وجوزها وتقول ما هو جوزي وهذا جوالي. لانه اذا وقع الصور برا عند اولاد حرام الوضع حيكون صعب جدا. فحافظوا على حالكم. الجوال ما انصنعش عشان احنا نقعد نصور حالنا واحنا بشعورنا واحنا مزوجات واحنا بنتمسخر وبنحكي كلام مش كويس. الجوال انصنع عشان نستفيد منه مش عشان نفضح حالنا.